في سنة 1911 انطلقت واحدة من أخطر وأشهر الرحلات الاستكشافية على الإطلاق بقيادة المستكشف النرويجي الشجاع روالد أموندسون، والهدف الوصول لأبعد نقطة على سطح الأرض اللي هي القطب الجنوبي. وفي الرحلة التاريخية دي واجه الفريق ظروف جوية قاسية بشكل لا يصدق. البرد كان بيتسلل للعظام والرياح كانت بتهب بشكل مستمر، ده غير التلج اللي كان مغطي الفريق ومخلي فيه صعوبة في التقدم. ومع ذلك بعزيمة لا تقهر واستعدادات دقيقة نجح الفريق انه يتغلب على كل الصعوبات. ولكن ليه بيغامر شخص بحياته علشان يروح لأبعد بقاع الأرض اللي ما فيهاش غير مجرد جليد وتلج؟ وإيه اللي ممكن يدفع البشر علشان يتحمل كل المخاطر دي علشان يكتشفوا بيئات مجهولة وغير مضيافة؟ أهلا بيكم ويلا بينا نعرف مغامرات الارتحال القطبي. من زمان كان للإنسان رغبة عميقة في استكشاف الأماكن المجهولة، من أول رحلات كريستوفر كولومبوس إلى الأمريكتين وحتى استكشاف الفضاء. الرغبة في إنك تروح لما هو أبعد كانت دايما جزء من الطبيعة البشرية. لكن في بداية القرن العشرين كان في مكان واحد على الأرض ما عتبتهوش قدم إنسان، وهو القطب الجنوبي. والمستكشف النرويجي روالد أموندسون هو اللي خدته الشهامة وقال أنا قد التحدي. في يوم 20 أكتوبر 1911 بدأ مونسون وفريقه اللي كان متكون من 5 رجالة وكلابهم الرحلة من معسكرهم الأساسي للقطب الجنوبي. كانوا بيسافروا على زلاجات بتشيل معداتهم وأكلهم، وكانت الكلاب بتلعب دور حاسم في جر الزلاجات دي في وسط الجليد السميك. وعلى مدار شهرين تقريبا تقدم الفريق ببطء ولكن بثبات. كل خطوة كانت بتمثل تحدي جديد، سواء بسبب العواصف الثلجية أو انخفاض درجات الحرارة لمستويات رهيبة. وبعد أسابيع من الكفاح الشاق وصل أموندسون وفريقه أخيرا للقطب الجنوبي في 14 ديسمبر 1911. كان النصر ليهم، ومن ساعتها بقوا أول بشر وقفوا على النقطة النائية دي. لكن الرحلة لسه ما انتهتش، علشان إنهم يرجعوا للمعسكر تاني كانت بنفس القدر من الخطورة، علشان كانت العواصف بتزيد والأكل بيخلص. رحلة أمانسون للقطب الجنوبي ما كانتش مجرد مسألة إرادة وشجاعة، ولكن كانت بتعتمد على التخطيط الدقيق والمعدات المتطورة اللي جاهز بيها فريقه. أمانسون كان عارف كويس قوي إن المعدات الصحيحة هي المفتاح للنجاح في بيئة قاسية زي القطب الجنوبي، وعلشان كده اختار كل أداة بعناية بناء على تجربته اللي كانت قبل كده في الرحلات القطبية. ومن ضمن المعدات دي أول حاجة كانت الهدوم. أمانسون اعتمد على الهدوم المصنوعة من الفرو اللي كانوا بيستخدموها قبل كده سكان الاسكيمو في المناطق القطبية، علشان الفرو الطبيعي عنده القدرة على عزل الجسم عن البرد بطريقة أفضل بكتير من الأقمشة الاصطناعية. ده غير الأحذية اللي كان لابسها الفريق اللي كانت مصنوعة من جلد الرنة، وهو مادة معروفة بتخلي الرجلين دافيين حتى في أقصى درجات البرودة. تاني حاجة الزلاجات. أمونسون كان عبقري في اختيار وسائل النقل المناسبة، يعني بدل ما كان بيعتمد على الأحصنة زي منافسه روبرت سكوت، اختار استخدام الكلاب القطبية زي كلاب الهاسكي علشان يسحبوا الزلاجات. والكلاب دي كانت بتتحمل البرد بشكل ممتاز وتقدر تسحب زلاجات تقيلة لمسافات طويلة. والزلاجات نفسها كانت مصنوعة من خشب الجوز الخفيف والمتين، وده خلاها قوية علشان تتحمل الأحمال التقيلة، لكن في نفس الوقت خفيفة بدرجة كافية علشان يقدروا يسحبوها بسهولة. تالت حاجة الخيام. استخدم الفريق خيام مصنوعة من قماش مشمع تقيل قادر على الصمود قدام الرياح القوية، مع تصميم خاص علشان يضمنوا الاستقرار حتى في العواصف. والخيام دي كانت صغيرة لكن معزولة كويس جدا، وده ساعد الفريق على انهم يتدفوا كل لما يحبوا يقفوا يستريحوا شوية. أمونسون كمان كان حريص على استخدام خيام سهلة التركيب والفك، بحيث ان ممكن الفريق ينصب المخيم او يفكوا بسرعة لما يجوا يتحركوا، او لو لا قدر الله جات لهم عواصف مفاجأة. كل ده غير الاكل والمية ومعدات الطوارئ والادوات الملاحية زي البوصلة والخرائط التفصيلية للقطب الجنوبي. وعلى الرغم ان المنطقة دي مش معروفة لحد كبير في الوقت ده، بس أمونسون اعتمد على ملاحظات قبل كده ورسم خرائط تفصيلية للمناطق اللي كان هيعدي منها. كان عنده كمان مقاييس حرارة وأدوات قياس الضغط الجوي علشان يراقب الأحوال الجوية والتنبؤ بالعواصف.
الرحلات القطبية كانت ولسه مليانة بمخاطر بتفوق الخيال، فتصور كده انك تقضي اسابيع او شهور في بيئة معادية تماما للحياة اللي درجات الحرارة فيها كانت بتنخفض لتحت -50 درجة مئوية. وفي الظروف دي ممكن الجلد انه يتجمد في شوية دقايق وتتعطل اعضاء الجسم الحيوية لو ما خدتش الاحتياطات المناسبة. علشان كده اختار الهدوم اللي اتكلمنا عليها من شوية. وواحدة من اكبر التحديات انهم كانوا يحافظوا على مصادر الطاقة الغذائية. الفريق كان بيحتاج تناول كميات كبيرة جدا من السعرات الحرارية كل يوم، بتوصل لأكتر من 5000 سعر في اليوم، وده بس علشان يحافظوا على حرارة جسمهم في المهمة الصعبة دي في البرد. وكان الأكل عبارة عن لحوم مجففة وشوربات دهنية وزبدة سايلة كانت هي زي المية بالنسبة لهم. لكن الأكل والبرد ما كانوش التحديين الوحيدين، كانت العواصف الجليدية في المناطق دي بتشكل خطر دائم على حياتهم، علشان في أي لحظة ممكن تيجي عاصفة وتدمر الخيام أو تبعد الفريق عن مسارهم، وده معناه الضياع في محيط جليدي ملوش نهاية. من خلال الرحلات الاستكشافية الخطيرة دي اكتسب البشر فهم أعمق للبيئة القطبية وتاريخ الأرض. علماء الجليد اللي راحوا مع المستكشفين جمعوا عينات من طبقات الجليد، والعينات دي سمحت لهم بفهم التغيرات المناخية اللي حصلت على كوكب الأرض خلال آلاف السنين اللي فاتت. اكتشف العلماء إن القطبين بيلعبوا دور رئيسي في تنظيم مناخ الأرض، وإن ذوبان الجليد في القطبين ممكن إنه يؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر بشكل يهدد المدن الساحلية حول العالم. ده غير ان كان في اكتشافات بتتعلق بالحياة البرية الفريدة اللي بتعيش في البيئات القاسية دي. واكتشف العلماء انواع جديدة من الحيوانات والنباتات المتكيفة بشكل لا يصدق مع درجات الحرارة القليلة، زي مثلا البطاريق في القطب الجنوبي عندها طبقات سميكة من الدهون تحت الجلد علشان تحميهم من البرد. وكمان الضببة القطبية في الشمال طورت تقنيات صيد متقنة علشان يفضلوا على قيد الحياة في بيئة فقيرة بالموارد. على الرغم من التحديات الخطيرة اللي واجهها المستكشفون الأوائل، بس التكنولوجيا الحديثة خلت الرحلات القطبية أقل خطر وأكتر فعالية. يعني في الوقت الحالي بقى في سفن كاسرة للجليد متزودة بأحدث التقنيات اللي بتساعدها على شق طريقها في الجليد السميك، وبتسهل الوصول لأماكن كانت مستحيلة زمان. والتقنيات الحديثة دي زي الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار الحرارية بتساعد في مراقبة المناطق القطبية عن بعد. يعني دلوقتي بقى ممكن مراقبة ذوبان الجليد وتحليل تأثيره على مناخ الأرض، وحتى مراقبة سلوك الحيوانات القطبية من الفضاء. ومن على الأرض فمحطات الأبحاث المتقدمة زي محطة ماكمورد في القطب الجنوبي بتشتغل كمراكز علمية بتجمع البيانات على مدار السنة. وفي المحطات دي كانوا بيشتغلوا العلماء على أبحاث على كل حاجة تقريبا، من أول فيزياء الغلاف الجوي لحد البيولوجيا القطبية. والتكنولوجيا دي ما اتغيرتش بس من طريقة استكشاف القطبين، ولكن ساعدتهم كمان على مراقبة التغيرات البيئية الناتجة عن الاحتباس الحراري، وفهم الدور اللي بتلعبه المناطق القطبية علشان يحافظوا على توازن المناخ العالمي. وفي النهاية رحلات الاستكشاف القطبية كانت ولسه كمان جزء أساسي من تاريخ البشرية علشان يفهموا الكوكب. هي مغامرات مش بتمثل مجرد استكشافات جغرافية، ولكن هي رموز لقوة الإرادة البشرية وقدرتها على التغلب على أصعب التحديات. كل خطوة في الجليد هي مغامرة للمجهول. طيب بالنسبة لك بقى، هل ممكن تتخيل نفسك في رحلة استكشافية في القطب الجنوبي؟ طب هل عندك القدرة على مواجهة أقصى وأخطر الظروف على سطح الأرض؟ بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها، علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.